دكتور، بس حبيت أشكرك إنه الشقيقة اختفت نهائيا من عندي نهائيا. الحمد لله والشكر. على خل التفاح وتمارين التنفس، ألف الحمد لله. يعني صار لي تقريبا 5 أشهر أي نوبة ما عندي. زين، وهي ايش قد صار لها الشقيقة عندك؟ الشقيقة صار لها من ولاداتي، يعني تقريبا صار لها 3 سنين هيك شيء. زين. حبيت أشكرك، يعني من كل قلبي مرتاحة نفسيتي حياتي بالأحسن بهواي شغلات، والحمد لله مستمرة على خل التفاح. قالوني اختفى، يعني حتى قالون بعد ما عندي آكل براحتي بقوليات وذني، يعني كله براحتي يعني قبل ما تقدرين تاكلين بقوليات نهائيا. ما أقدر بقوليات شو حتى من يصير أشوفهم عندك؟ أخاف من عندهم. شو يصير عندك؟ يعني انتفاخ دكتور، يصير عندي آلام قوية، تشنجات، ما أرتاح نهائيا. وهاي اللي اقولها انا، يعني الاكل ما له علاقة. المشكلة عندك كانت بالقولون، طبقتي خلط صحيح دكتور. تفاح وتمرين تنفس، ارتاحتي نفسيا، انخفض ارتاحت التوتر. نفسيا، يعني حتى القلق قمت أخففه، تفكيري خاف يعني الحمد لله. حتى حياتي للأحسن الحمد لله. أشكرك من كل قلبي دكتور. اشكرك. قولي لهم للناس شلون طبقتي هاي الشغلات التفاصيل. تمارين التنفس الصبح وبالليل قبل النوم. خلوا التفاح يا أما قبل الوجبة يعني أو بعد الوجبة. ايش قد تخلين خلط تفاح؟ أخلي ملعقة أو ملعقتين يعني حسب. ايش قد مي؟ ماي أخلي نص كوب قبل الأكل دكتور. حتى مرات يعني خلال اليوم أحس يعني كلش مرتاحة. إذا فد يوم أنسى ما لحق أشرب خل التفاح عادي عندي، يعني طيب. حياتي صارت اعتيادية، لأن أحس أمعائي طبيعية، حمض المعدة رجع طبيعته. حلو. وقبل النوم هم كنت تاخذي؟ قبل النوم إيه ايه. آخذه مرات دكتور، يعني أنا أحس روحي ما مرتاحة هساني حامل دكتور، آخذه خل التفاح أرتاح، يعني حتى لعبان نفس ما عندي الحمد لله. الحمد لله والشكر. تمرين تنفس كم دقيقة تسوي كل مرة؟ تمارين التنفس تقريبا دكتور، يعني مرات إذا ألحق أو لا، مرات ربع ساعة، مرات نص ساعة، مرات 10 دقائق هيك دكتور. طيب. بس يقولون شقيقة، هي هاي شقيقة؟ انت هسه جربتي هاي الاشياء، شنو السبب كان؟ ارتجاع المعدة دكتور. ارتجاع المريء المريء. مالتي يعني الحمض المعدة، الخلل كله بالمعدة. زين، وين يروح؟ حامض المعدة وين يروح؟ دكتور يعني ما كان قبل أحس ما ينهضم الأكل العفو دكتور، أحس الأكل ما ينهضم نهائيا. زين، وحتى اوضح للناس، حامض المعده يرتجع للمريء بعدين يروح للبلعوم، والبلعوم يصير به التهاب، هذا صحيح الالتهاب دكتور. يسبب تشنج بعضلات الراس وبعضلات الرقبه، فيقولون عليه شقيقه. هو ليس شقيقه، صح؟ انت اثبتي اليوم. صحيح دكتور، السبب كله بالمعدة، يعني الحمض المعدة والمعدة كله من المعدة. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا دكتور، شكرا من كل قلب. مبروك عليك الشفاء الله والشفاء يبارك من فيك الله دكتور، شكرا جزيلا. دائما وابدا. شكرا.